الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها في المواقف اللي احنا مزنوقين فيها هي رد فعل لحاجات مخزونة جوانا مش عايزين نحس بيها. حد بيحسسني ان انا قليلة اقوم هبة فيه. الهبة اللي انا بعملها في البني ادم ده رد فعل لاحساسي بالقلة، فانا عشان اغير الرد فعل ده اللي جايب لي مشاكل، مثلا بهب في مديري من غير لما اخد بالي، بهب في اختي، بهب في جوزي، بهب في مراتي، بهب في ابني وبحس بالذنب، ده جاي منين يا جماعة؟ احساسي بالقلة ليه دعوة بحاجة حصلت لي على مدى الحياة، بيوصل للماضي. امي كانت دايما تبص لي باستحقار لان انا تخينة شوية وانا ما بذاكرش كفاية وما بجيبش النمر الحلوة اللي بتجيبها اختي، فاللي حصل لي خلاني اوصل لنتيجة ان انا بقى عندي اعتقاد ان انا اقل من اختي بسبب التجربه اللي انا عايشها مع ابويا وامي. كده الناس بتفكر ان تراوما عباره عن حدث معين زي اغتصاب، زي القطر عدى عليا، زي ابويا وامي طلقوا. دي احداث معينه بتخلق تراوما وبرده بتخلق الشبكه. وفي طريقه التعايش اللي هو كل اللي احنا عشناه 3/4 خلق الله، اللي هو احنا عشنا بطريقه معينه، اتعمل فينا حاجات معينة وصلتنا ان احنا نصدق ان احنا حاجة معينة. انا قليلة. القصة بقى مش ان انا ادرك ده ادراكه سهل. ايه اللي يهمني بقى في القصة دي؟ ان انا بعمل ايه بده، انا عملت ايه في حياتي بده.